الإخوان والأخوات، بدون مقدمات بدون لغة الخشب، الرد على المفرقشة ديال الجاموسة. المهم قالت لك اسيدي كان عليكم تقولوا عليا انا ضحيت، انا درت، انا فعلت. اش من تضحيه ضحيتي؟ اش من تضحيه ضحيتي بالسلامه؟ التضحيه ديال عمرتي جيبك، التضحيه ديال شبعتي ديور، التضحيه ديال اش؟ التضحيه ديال الدار ديال 85 مليون ديال طريق عين الشقف، التضحيه ديال انك مصالحه مع بنتك وكتكذبي على المتابعين. شوفي باش تعرفوا الهضره ضراتكم. الفيديو ما فاتش 12000 مشاهده، ما فاتهاش، ولكن الوقع ديالو كان قوي. خرجتي انت كتنبحي في قنت وخرجت هي كتنبح في قنت. اش كنت كنتسنى منك انا اليوم؟ كنت كنتسنى منك غتقولي كلنا الخزان، داك الخزان خويا الصغير بحال ولدي وقف معايا حتى انا غنوقف معاه، وانا شاهده باللي بنتي كانت كتعايرو وباللي بنتي كانت كتسبو. ولكن انت ما قديتيش ديري هادشي. علاش؟ لانك انت عارفه شنو كيتسناك، عارفه شنو غيتسناك. انت ما عندكش مشكل القنوات يغرقوا، المهم غير انك يكون انك ما تتابعكش بنتك على تسريب الخبره. انت سربتي الخبره لبنتك. شكون اللي عطى الخبره للقنوات؟ راه القنوات قال لك بانك انت اللي سربتي الخبره. وتحيه لاحتراماتي، انا لا الوم القنوات اللي هضروا على الخبره، ما كنلوم ما سوقيش فيهم، كنهضر على اللي عطات الخبره للقنوات اللي هي انت. علاش؟ واش كاينه شي ام مثاليه وكتضحي كتعطي الخبره ديال بنتها للقنوات؟ واش كاينه شي وحده كتخرج تاجر بالعرض وبالشرف وبالكرامه ديال بنتها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ انت خرجتي مسحتي بها العالم. واش عمركم عباد الله شفتوا شي ام مغربيه كتقول لبنتها كتبغي باك حب جنسي وكتهبطي سروالك لباك؟ بالله عليكم راه انا ما سمعت بهذا، ما عمرني شفت هادشي. اذا ما تخرجيش اللايف حقا. شكرا للناس اللي كيعاونوني، الناس اللي كنمشي الى عاونوني دابا انت هادشي كامل على ود السعايه، على ود الفلوس، هادشي كامل على ود الفلوس. ما غاديش نسكتوا، حنا وراكم والزمن طويل حتى يغبر لكم الشقف ان شاء الله. حنا وراكم حتى يغبر لكم الشقف. المهم غير هو هذا درس للقنوات، ما عمركم تدافعوا على شي حد. شتي انا نقول لكم احسن استراتيجيه تخدموا فيها في مواقع التواصل الاجتماعي الانتقاد اللاذع وبس. ما تدافعوش، لا احد يستحق منكم الدفاع. انا كنقول لكم سيرتو كان مع شجر الزقوم وشي حد اللي ناكر لي الجميل ونكر الخير، قالت لك حقا ما اعترفوش لي. باش غنعترفوا لك؟ انت اعترفتي لينا بالمجهود اللي دافعنا عليك في الوقيته اللي كان بوكري جا كيشتف عليك. شكون اللي كان كيدافع؟ حتى شي واحد ما كان مقتنع بالملف ديالك. الاغلبيه ديال القنوات كانوا كيهضروا على الموضوع ديال جمال شانيل والحسنيه وداك الشيء. تحيه للقلاليش، كانوا كيهضروا على داك الموضوع. شكون اللي كان كيدافع لك؟ احلام، يوميه احلام. تحيه لهم هذا الفيديو هذا ولا لايف ولا شنو هو. وانا احنا اللي كنا كندافعوا لكم من بعد ملي هذا عاد التحق الاخوان بالكوكبه وهذه. انت واحد ما كان مسوق لك. لم اصلا موضوعك كانوا كيعتبروا القنوات تافه، وفعلا صدق تافه، لاننا حنا ضامننا وثقنا في وحده اللي ما خاصناش نثيقوا فيها، وحده اللي ليست اهلا للثقه. انت ماشي اهل للثقه، وماشي اهل ان الانسان يثيق فيك ويامنك على شي حاجه ديالو. الصراحه انا خديت، اقسم بالله العظيم الا اخذت درسا لن انساه ما حييت. اللي غنضامن معاه خاصني نعرفو مأصل ولد الاصل، ولد العروق ولا بنت العروق، ماشي بنت الخروق. من الاخر ابسط حاجه ديريها هي انك تضامني مع الخزان. ابسط جاست انك تضامني معاه. ولكن انت لا، القنوات اللي كانوا معاك في الوقيته اللي كنتي كتغرقي عتقناك، ولكن ملي كتشوفي انت القنوات غاديين للهاويه وللتهلكه ما قديتيش تمدي ليها بيدك باش تعرفي انت نكاره الخير وما فيك خير. واللي غيتضامن معاك مستقبلا الله يحرق قلبه ويجدر. انا كنقولها لك مستقبلا. شتي اللي غيتضامن مع الجاموس انا ما عارف شكون اللي غيتضامن معاه مستقبلا، ولكن اللي غيتضامن معاك الله يحرق الوالدين من الاخر، لانك لا تستحقين التضامن. ردوا بالكم من هذه الماركه. هذه الماركه شريره وخبيثه وحقيره، لا تستحق التضامن. نجيبها لك انا، شوفي نجيبها لك من الثالث على الاخر. بغيتي اللي بغى يتقلق واللي بغى يكعيك. انا راه عندي نيشان، عندي الشنطه اغرس. لن اخاف في قول الحق لومة لائم. كنا كنترجاو فوق الخير، كان كيحسب لينا راك شي اعلان مزيانه وهذه، ولكن عاوتاني ملي ترجع السيمته وترجع الكاسيطه ل 2020
في 2019 ملي خرجتي كضربي في سميره ولا 2021 ملي خرجتي كضربي في سميره وكتهميها في العرض ديالها وفي الشرف ديالها وكتشككي في النسب ديال حفيده حادثه، كان عليا تما نعيق ونفيق بان من لا خير له في اهله لا خير له في الناس. من لا خير اللي ما فيهش الخير في عائلته ما فيهش الخير في الناس، اللي كتضرب في اختها صباح وعشيه وكتحرض القنوات على اختها واللي كتهضر على اختها بالشر وبالخير ومنين ما دازت له العافيه على اختها ما فيهاش الخير حتى في الناس. انا بديتي بخديجه تي في ماروك نطي لي انا هادشي كان غير حيت ما بغيناش نعطيو الفلوس. الحمد لله اللي ما عطيتش، كون عطيت كون ندمت. الحمد لله اللي ما عطيتش وما نعطيش هادشي ديال القنوات، ما نعطيش انا بهادشي ديال الشكايات التخربيق هذا بلا ما يجي عندي شي واحد شي نهار ولا يقول لي ابدا جامي. هي هما كيدخلوها صحيحه ونصدقوها عليهم حنايا، نعلة الله وعليهم وقبح الله سعيهم الى يوم الدين. علاش كل كيشد الملايين؟ انا اللي ما عندي، هي عندها الطوموبيل وعندها الديور، نتضامن معانا اللي باقي كنمشي في الطوبيس وفيه على رجليا والطاكسيات ياك، مع كامل العذر الصراحه اللهم الطاكسيات والطوبيسات ولا ديك الطوموبيل المتبوعه ديالك سمعتي؟ والله سيدي قسما بالله العظيم الا قلت لي ياسين بحال هكا ملي كانوا ديك الساعه الاخوان والاخوات كيجمعوا الفلوس قلت لهم انا اخر وحده نعطيها ولا نتضامن معايا تخيتي لا تستحق. كيفاش انت عندك وبغيتيني انا نتضامن معاك اللي ما عنديش؟ يوليو دابا الفقراء يعاونوا الاغنياء؟ لا 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 هذه شي حاجه ما راكباش. المهم المتابعين راه سمعتوا الخزان البارح في الله، انا قلت لكم نهار 13 في هذا الشهر قلت لكم راهم مصالحين وكيهضروا بهذه وهذه، ولكن متفقين انهم ما يبينوش راسهم مصالحين من اجل المصلحه العامه. الخزان شافهم في مدينه فاس في شي كافي ولا في شي حاجه، اذا صافي راه الامور توضحات. يعني وشحال من واحد شافهم، راه ماشي غير حنا ولاد، راه بزاف ديال الناس شافوهم اونصون. اذا ملي غتولي انت كتجلسي مع بنتك على ارض الواقع كتضحكي وتكركري انت وياها وتمشي تحني ليها وتجي تحني لك وتجي تسلم عليك وتسلمي عليها، وفي المواقع تنوضوا تبداو تشيروا على بعضياتكم من اجل ميمي، فهنا على الدنيا السلام. انا تنغسل على الكيديه ورجليا بجوج، حشمت نبين رجليا في الفيديو صافي. انا هنا تيقنت بانه هاد الناس ديال مواقع التواصل الاجتماعي راه ما يمكنش، راه ما يقد عليهم غير اللي خلقهم. لا اله الا الله، الجهد لا جهد الله والعيط عليك راس والله انا صافي ندي فوق راسي. اذا سيري تكمشي وسيري لعبي شوفي لك شي اسلوب اخر ديال انك تخرجي تكذبي على الناس، لان هذا الاسلوب القديم ديالك اكل الدهر عليه وشرب صافي عقنا وفقنا. المهم الخوت فضلا وليس امرا ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، الله يرحم لكم الوالدين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.